السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. كما العاده الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. نهضة بركان كانت غتلعب ماتش مع اتحاد العاصمه الجزائري، مباراه الذهاب نصف نهائي لبطوله الاتحاد الافريقي على ملعب 5 جويلية. ولكن فاش وصلوا اللعابه ديال بركان نهار الجمعه اللي فات المطار هواري بومديان في العاصمه الجزائريه، والامن ديال الجزائر ما بغاش يعطيهم التونيات ديالهم، وقالوا لك اسيدي ان التونيات ديال بركان مرسومه فيهم خريطه ديال المغرب اللي كيختلفوا عليها البلدان، وعطاوهم التونيات بدون خريطه. ولكن اللعابه ديال بركان رفضوا يهبطوا الملعب كما كتشوفوا. القانون ديال الكاف كيسمح لاي فرقه ترتدي اي نوع ديال التوني بغات، ولكن خاصها تحترم المعايير والشروط ديال الدوله المنظمه او الدوله المضيفه بما لا يتعارض مع بطولة الاتحاد الافريقي. بركان كان خاصها تدي جوج ديال التونيات، واحد فيه اعلانات واحد لا، واخا الكاف فاش عرضوا عليهم نهضة بركان التونيات ديالهم وافقوا عليهم. داكشي علاش تدخل الكاف وطلب من الاتحاد الجزائري يردوا التونيات للفريق البرتقالي. الاتحاد الجزائري بغى الاستئناف في هذه القضيه، ولكن الكاف رفضوا ليهم. هنا المدير ديال الاتحاد الجزائري يعلق فاش الفريق المغربي ما بغاش يلعب الماتش. الضيف جاء الى الجزائر ممكن بنوايا اخرى، احنا حضرنا لهم البسه بالوان الفريق وبالعلم تاع البلد تاعهم، بالاسماء تاع كل اللعيبه، بالارقام تاع كل لعيبه موجوده في غرفه تغيير الملابس. هما مصممين ان يلعبوا بالاقمصه تاعهم اللي موجود عليها الخريطه. هاد القصه تحولت الى نقاش حاد في السوشيال ميديا، وكلشي كيعطي الراي ديالو في هاد الشيء اللي دارشو الجزائر. هنا غادي نشوفوا بعض الاراء ديال الناس. هنا كيبقى السؤال مطروح، شنو هو مصير نتيجة المباراة ومن غيتحسب الفوز؟ والا ما تلعباتش خاص تحسب النتيجة لصالح نهضة بركان ب3-0. الحكم هنايا والشاب ان الفريق المنافس غائب، يكتب هذا غائب. نعم. لا انا حبيت اتاكد مع سفيان المهني من عقبه جويريه اكيد ماذا دون الحكم في ورقه المباراه. لا ما كاينش يعرف واش دون الحكم، بالك واش قال برك فيربالمون واش دون في حكم لا واسمه توفيق قريشي محمد زكريني الحكم بورقه المباراه محمد زكريني. لكن ايضا الان ما نظنش انه الحكم راح يخليك تدخل غرف تبديل الملابس وتطلع يعني الان على ما سيقرر. لا الامين العام محمد، لا ورقه المباراه انت حكم دولي. ورقه المباراه فولي ا فولي بي. وي يخليك فولي فيه ليكيب لوكال، فولي بي فيه ليكيب فيزيتور. ومن بعد هادو هما كاع سي بور فو بريس دي برويون، يجيبوا لكم لا كومبوزيسيون ديكيب هكا مع لا مين كورون، ومن بعد تولي كانت بكري لا في جون. وبما ان الفريق البرتقالي رجع للمغرب، في نظركم واش غادي تلعب الماتش ديال الاياب في المغرب؟ لا ما نهضروش على الاتحاد الجزائري، ولكن الحكام ما دخلوش. انا نقول لك اني نهضروا على الصور. نعم، اتحاد يعني يقوم بدوره. لا وفي نفس الوقت لازم يقول الجماهير تاعو عنده انصار، عنده بلد باكمله وراءه، يقولوا باللي احنا هنا واجدين. هنايا اللي حبيت نعرف، ماذا بك زيدي سفيان المهني ماذا دون الحكم وماذا قال الحكم؟ هذا هو الصح. أكيد صح أكيد. الحكم، لان نزيد نقول لك حاجه، ماهوش اوبليغاتوار لاربيت يدخل للتيران، يكون ما كاش ما يدخلش للتيران، ما يدخلش، ما كاش فريق ولا وعدم دخول الحكم يعني دليل على ان المباراه ما شنو هو الراي ديالكم في هذا الشيء اللي واقع ما بين المغرب والجزائر؟ حيت ديما فاش كيوقعوا لينا المشاكل من الناحيه الكرويه مع الجزائر كيدخلوا فيها السياسي ديالهم. يعني كيقولوا لك ان المغاربه داروا هذا الشيء بالعاني. مثلا يعني حنا رسمنا خريطه ديال المغرب في التونيات ديال بركان باش نستفزوهم، ولكن لا، هما كيمشيو غالطين بزاف. كيف العاده نحن لكم بالمرصاد. ما تنساش الا كنتي كتشوف هذا الفيديو هذا وتفرجتي فيه حتى الاخر، دير لايك وابوني وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. الرياضيات الدوليه هي راهي تحكم في كل الرياضات، مش غير في ليس فقط غير كره القدم ولا نعم. اذا مشاهدينا الكرام، تاتيكم مباشره صور دخول لاعبي فريق اتحاد او لاعبي فريق اتحاد الجزائر. هذه